بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في قناة إبداعات أم رزان. اليوم إن شاء الله غنحضر معكم حلوى دواز أتاي على شكل ديال كوكيز بمقادير بسيطة. كيوجد يعني في واحد المدة اللي هي قصيرة، مدة ديال نصف ساعة تيكون واجد عندنا. تابعوا معي الفيديو يجي حتى الاخير هذا باش هو الشكل تشوفوا النهائي ديال المقادير الكوكيز وكذلك ديالنا. طريقة التحضير وطريقة الطياب ديالو اللي هي كما غتعطينا على كتلاحظوا شكل يعني ديال واخا ما تيبانش الكوكيز. لكم حبات الشوكولا اللي في الداخل راهم كاينين. نوريكم واحد الحبه تيجي هذا هو الشكل ديالو عن قرب، يعني عنده الشكل ديال الكوكيز. تاع البيضه صوري عشان وحده اخرى. بالنسبه للمقادير فانا كنحتاج 200 غرام ديال الزبده. انا هنا شديت زبده عاديه نباتيه ذوبتها درتها في واحد البول وزدت عليها كاس ديال سكر سنيده. غنزيد عليها واحد ساشي ديال الفاني. هنا السكر حسب الذوق، بغيتو ديروا غير نصف كاس تنقصوا ديروا، وليني كاس ديال السكر هو هذاك. زدت عليها كاس زدت عليها كيس ديال الفانيلا، وغنزيد عليها واحد القبيصه ديال الملح ضروريه هكا لتعديل الذوق. صافي غنحرك هاد المكونات شويه حتى كيتجانسوا ليا، غير هكا غير بالخلاط اليدوي. هنا بالنسبه للزبده فراه خليتها حتى يعني خدات درجه حراره الغرفه، ما كنديرهاش وهي سخونه. غنضيف عليها واحد جوج حبات ديال البيض. صافي غنخلط مزيان غير شويه هكذا باليد ديالي، ما كيحتاجش مني انني نبقى نطربهم بزاف. وغادي نزيد عليهم هنا كاس معمر ديال الزيت نباتيه دائما مع التحريك. هنا كيف ما لاحظتوا انا الزبده ذوبتها. الا عندكم الزبده على شكل بوماد دابا كيف ما عرفتوا في الحال بارد، فانا واخا خرجتها هكذا من الثلاجه يعني بقات شاده لي راسها، فما غاديش تخدم ليا مزيان مع السكر. داكشي علاش انا ذوبتها. الا عندكم على شكل بوماد والجو ساخن ما كتحتاجوش انكم تذوبوها. صافي هنا كملت المقادير. فانا غاديه نجيب النواشف اللي هي غناخذ دقيق. هنا عندي دقيق خاص بالحلويات، دقيق ابيض. عندي تقريبا 600 غرام ديال الدقيق الابيض. غنضيف عليهم جوج الاكياس ديال الخميره الكيميائيه. وهنا انا غنزيد عليهم واحد علبه صغيره ديال الفلون ديال الشوكولا. تقدروا ديروا فلون كراميل، كيف ما انكم تقدروا ديروا فقط ملعقه كبيره ديال الكاكاو. هاد الاضافه فقط فهي غتعطينا غير داك اللون ديال الكوكيز. اللي بغى يخليه هكذايا بيض يخليه. غير هو كيف ما كنعرفوا الكوكيز تيكون اللون ديالهم يعني ماشي كحل وماشي بيض، تيكون ما بين وبين. هنا هذه اضافه انا زدتها، فانا غنزيد واحد جوج معالق كبار ديال النشا. كيعطيو واحد الطراوه من الداخل، ومن برا كيعطيو واحد القرمشه زوينه للكوكيز. تقدروا تستغنوا عليها ما ديروهاش. صافي غادي نحرك هاد المكونات. دائما الدقيق حسب الخليط. هنا غنستعمل اليد ديالي باش غادي نتحكم هكا في الخليط، وكذلك باش نعرف القوام. هي انا بالضبط عندي 600 غرام، وانا على حسب كل وحده الحجم ديال البيض او فهمتيني، وعاوتاني على حسب واش كثرت الزيت واش كثرت الزبده. اما هي 600 غرام بالضبط ديال الدقيق الابيض. غادي نزيد الكميه المتبقيه ديال الدقيق الابيض اللي عندي حتى نحصل على واحد العجين تيكون ما تيكونش قاصح بزاف. يعني حاولوا انكم تخليوها تكون رطبه. صافي هنا فانا جمعت العجين. هذا هو القوام اللي خصني نحصل عليه. كيف ما كتلاحظوا فهي عجينه رطبه. غنزيد عليها هنايا لي بيبيت ديال الشوكولا اولا حبيبات الشوكولا. هذه اللي كتكون ما تذوبش حيت فيها جوج الانواع. هذه واخا تتعرض لدرجه الحراره في الفرن فهي ما كتذوبش. كنضيف الكميه يعني على حسب الرغبه.
صافي. هنا تخليو حبوبات الشوكولا حتى كتجمعوا العجين، ما ديروهش من الاول. صافي. وكنحاول نوزعو على العجين كامل. انا هنا غنزيد واحد الكميه اخرى، كيف ما كتعرف الدراري الصغار تيعجبهم داك الشوكولات اللي تيكون في الكوكيز، ضفت كميه اخرى. صافي. وكنحاول ان جميع يعني العجين يكون فيه هذوك الحبيبات. صافي. هنا فانا كنجيب واحد اللاطه، كنفرشها بورق الزبده اولا دهنوها فقط غير بالزيت، يعني واحد الدهنه خفيفه حيت عندنا العجين راه فيه الزبده ما تيلصقش. صافي. كندير هاد الكويرات على حسب الرغبه ديالي، بغيتيهم صغار بغيتيهم كبار. فهاد الاثناء فالفرن راه درتو كيسخن. صافي. غنستمر بهاد الطريقه هادي، ولا زدت شويه العجين ما لقيتش في لي بيبيت فانا كنزيدهم. بالنسبه لطريقه الطياب كيف ما قلت لكم، يعني كنشعلوا عليهم لتحت وكنخليهم حتى كيطيبوا من التحت. هنا فاش كنشوفهم انهم بداو كيتحمروا ليا من التحت، فانا كنشد واحد المعلقه وكان هكا تنبرك على دوك الحلوى، على دوك هذاك لي مورسو اللي عندي، كنبرك عليهم باش كيعطيني داك الشكل ديال الكوكيز. يعني تيجي اول حاجه مسطح وكيجي مشقق من الجناب، حيت الا خليتوها غطيب هكذا فهي غتجي بحال شكل ديال لي بول دو نيج، غتجي بحال دوك كويرات الثلج اللي كنديرو، فهي غتجي مقبه. فمن الاحسن انكم تبركوا عليها. ملي كنبرك عليها فانا كنقص الفران وكنخليها حتى كطيب مزيان. صافي. ملي كنشوفها تحمرات من التحت فانا كنهبطها لتحت، كتاخد داك تحميره من الفوق. وبصحه والراحه كيجي هذا هو الشكل ديالها كيف ما شفتوا. فانا فاش كنبرك عليها بداك المعلقه فهي كتشقق من الجناب. الا ما بركتش عليها بالمعلقه فهي راه غادا تجي عاديه كيف ما قلت لكم، غتجي مقبقبه. هذا الشكل هذا كيجي زوين هكايا. يعني بالنسبه للوليدات راه تيقول لك ماما عطيني غير كوكيز، يعني كيسحب لهم هذا راه كوكيز واخا هو يعني بمقادير ديال دواز اتاي. وكذا تبارك الله واحد الكميه اللي هي وفيره. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.